حادث مؤلم آخر شهده يوم الأربعاء الماضي شاطئ رباط، حيث غرق شابان في ربيعهما 17 بعد أن باغتتهما الأمواج العالية. الحادث وقع في منطقة زهارة بحي المحيط، وتعيش عائلة الضحيتين حالة من الحزن وتنتظران أن يلفظ البحر جثتي الشابين الغريقين. سعيد غنام وعدنا الهراس. سيناريو هذا الحادث المؤلم وقع هنا بشاطئ الرباط. البداية كانت مزحة بسيطة وتحدي من يجيد السباحة أكثر من الآخر، لكن أمواج البحر العاتية كان لها رأي آخر، فابتلعت كل من الضحيتين توفيق ومنصف. حنا كانت مدرسة خارج باش يقرا مدرسة مع 5 عقل قسمين، جاتنا الخبار ديالو بين ما غرق في البحر. نهار الأربعاء 5 عقل قسمين، هو قال لك كان 3 كان هنايا في عمره نهار شهر 9 يكمل 18 عام كيقرا سيزيام. السبب الاول اللي جعل الدراري يغرقوا هنا بان المنطقه غير محروسه وفي الوقت اللي كانوا تيغرقوا فيه الدراري ما تدخل حتى واحد، لان الناس كانوا تيصوروا الفيديوهات وداك الشيء، وما كاينش اللي تطوع باش يعيط على الوقايه المدنيه. هي مشاهد تبين بأن السباحة في مثل هذه الأماكن خطيرة، وعملية الإنقاذ جد صعبة، وتكون المغامرة غير مدروسة، خصوصا عندما تكون أحوال الطقس متقلبة. الإنسان تيغامر صراحة، أماكن غير محروسة، وزيدون هنا كاين مناطق صعيبة بزاف، بقا تكون محروسة وصعيبة بزاف للسباحة، مكانش بنادم يغامر فيها نهائيا. وكاين العلامات ما كاينينش، ما متوفرينش بعض المناطق غير محروسه، خصهم يكونوا شي علامات تيبينوا بان هذه المنطقه غير محروسه وخطيره جدا، ما كاينينش كاع، ما كيتوفروش في هذه المنطقه الساحليه كاع. ومع ارتفاع درجة الحرارة تشهد العديد من الشواطئ الغير محروسة حوادث غرق مماثلة، مما يتطلب الحيطة والحذر وعدم المغامرة، وكذا وضع لافتات تنبه إلى خطورة المكان وعدم ممارسة السباحة.